قتل 3 إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني في معبر الكرامة على الحدود مع الأردن. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل الإسرائيليين 3 بعد إصابتهم بجروح خطرة نتيجة إطلاق النار بالقرب من معبر الكرامة الذي يقع قرب مدينة أريحة بمنطقة الأغوار على الحدود بين الضفة المحتلة والأردن. فيما يرى محللون أن عملية معبر الكرامة تعكس النبض الشعبي للأردنيين وتدل على أن الشعوب العربية لم يتم تزييف وعيها في مفهوم السلام الزائف، وأن الشعوب العربية جزءا من وحدة الساحات. عملية معبر الكرامة التي يرى متابعون أنها تعزيز للمقاومة ولأهالي الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكل رعبا لإسرائيل والإدارة الأمريكية، يؤكدون على أنه سيكون لها ارتدادا كبيرا على الداخل الأردني، حيث أن الشارع الأردني يقول للنظام الرسمي إن ما تقومون به من إجراءات عبر أشهر لم يعد مقنعا لنا، ولم نعد نستطيع الصبر على ما يحدث في الضفة وغزة، ما يشير إلى أنها من المحتمل جدا أن تتكرر، بوصفها حدثا عاطفيا يتوقع أن ينتج عنه عدوى عاطفية. العملية التي رأى خبير عسكري أنها وجهت رسالة إلى الإدارة الأمريكية لفت إلى أن مفادها أن إدارة بايدن فشلت في سياسته الداعية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهي رسالة قابلة للتصعيد والمضاعفة بأشكال مختلفة تهدد الكيان الصهيوني. فعملية معبر الكرامة أشعلت نار قلق ومخاوف كبار الضباط والسياسيين الصهاينة من تأجيج جبهة الضفة المحتلة التي تشهد في الآونة الأخيرة تصعيدا في العمليات، لتعكس من جديد حالة التوتر والتأزم داخل الكيان في مشهد يبرز حجم التوتر الداخلي في حكومة الكيان الغاصب ومدى التخبط الحاصل على كل المستويات. فهل ستتمكن عملية الكرامة بالفعل من تحويل مجريات الأمور على الأرض لتغدو صفعة حقيقية في وجه التطبيع وتأجيج مشاعر الغضب لدى الشعوب العربية الرافضة، أم أنها ستغدو مجرد حدث أمني ينتهي بمقتل الصهاينة 3؟